ايه يا جماعة الشكل اللي في الفيديو ده بجد؟ ايه الفراخ الخطيرة دي؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة والعظمة دي. فراخ أول مرة هتاكلوها في حياتكم، بجد طعمها خطير وطرية وبتدوب دوب، والتتبيلة بتاعتها حلوة اوي اوي اوي، وهتعجبكم اوي اوي اوي. اول حاجة معايا الفرخة بتاعتي بعد ما قطعتها الاجزاء اللي انا عايزاها، وطبعا بعد ما غسلناها، ومعانا عصير طماطم، ومعايا معلقتين كبار من المايونيز والتوابل اللي هنستخدمها، مكعب من المرقة، توابل فراخ، ومعايا معلقة فلفل اسمر، ومعلقة ملح، ومعلقة من السبع بهارات، وطبعا معايا الفحم اللي هيفرق جامد في الفراخ، معايا كاتشب، ومعايا قشطة، ومعايا ربع معلقة خل، ومعلقتين كبار من معجون الصلصة، وفلفل وبصل وليمون. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة في حلة على النار ومسيحين فيها معلقة كبيرة من السمنة، هنزل بالفراخ بتاعتي علشان اشوحها. طبعا التشويحة بتفرق في الطعم، وبتفرق في ان الفراخ بتبقى طرية معايا. وانزل كده بفلفل اسمر، طبعا الفلفل الاسمر لما نشوح اي حاجة بيدي ريحة حلوة كده للاكل بتاعنا. هنبتدي بقى ان احنا نقلب الفراخ بتاعتنا عشان تاخد تشويحة من الناحيتين، نقلب فيها شوية كده، وبعدين نسيبها في الحلة، وبعدين بقى وهي بتتشوح على جنب كده هنزل بعصير الطماطم بتاعي وعليه معجون الصلصة اللي انا مجهزاهم، وبعدين هنزل بمعلقتين كبار من المايونيز. المايونيز بيفرق في التتبيلة قوي. وهنزل بربع كوباية الخل بتاعتي، وبعدين هنزل بمعلقة من القشطة، وبعدين هنزل بنص ليمونة كبيرة، ولو ما عنديش ليمون كبير هعصر ليمونة كاملة. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي انا قلتلكوا عليها، فلفل اسمر، وتوابل الفراخ والسبع بهارات، واقلب كل ده مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده لغاية ما يدوبوا مع بعض. هنا الفراخ لسه بتتشوح اهي، ولما تتشوح وهي بتتشوح كده هنزل عليها بشوية من البصل ومعلقة ملح، وبعدين هنزل بقى بمية مغلية لازم اكون مسخناها في الكاتل كده، وانزل على الفراخ بتاعتي واسيبها بقى تتسلق كده مع نفسها لمدة ربع ساعة او 10 دقايق، مش عايزاها تتهري مني. وبعدين هطلعها، طبعا كنت مغطية عليها، وهطلعها بقى في الصينية بتاعتي اللي انا هدخلها في الفرن. وبعد ما اطلعها هبتدي بقى انزل بالتتبيلة الخطيرة بتاعتي. يا جماعة مش مكلفة، وكمان ما استخدمت سمنة ولا زيت ولا اي حاجة غير بس وانا بشوح الفراخ. هنا بقى هنزل عليها بالتتبيلة بتاعتي. شايفين التتبيلة شكلها تحفة ازاي وجميل، غير بقى طعمها خطير 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 خطير، وهيعجبكم قوي قوي. والفراخ هتتعمل بسهولة جدا، وكمان بطعم كله هيعجب بيه، وهيقولكوا اعملوها لنا على طول. بعد ربع ساعة من دخولها الفرن وفتحت عليها الشواية شوية، هطلعها بقى، وفي طبق هنزل بيه فحماية وزيت كده، الفحماية مولعة، وبعدين اسيبها وسط الفراخ واغطي. هتطلع معانا طعمها كده واخد الفحم، بجد طعم تحفة تحفة تحفة. لازم تجربوها، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.